السلام عليكم ورحمة الله. الجزائر ثاني أكبر قوة جوية في إفريقيا. في آخر التحديثات لمستوى القوات الجوية الإفريقية، جاءت الجزائر في المرتبة الثانية بعد مصر بأسطول يتكون من 605 طائرة عسكرية و102 مقاتلة و298 مروحية، فيما تمتلك مصر 1080 طائرة عسكرية و238 مقاتلة و338 مروحية. أما في المرتبة الثالثة فكانت من نصيب أنغولا ب 297 طائرة حربية و57 مقاتلة و116 مروحية وفقا لتصنيف غلوبان فاير باور. وتعتبر القوات الجوية القوية المزودة بالطائرات متطورة ولوجستيات واسعة عنصرا أساسيا للتأثير الإقليمي والاستقرار الاقتصادي والأمن الوطني. وتشكل القوات الجوية المجهزة جدا خط الدفاع الأول للدولة ضد التهديدات الخارجية، حيث تحمي سلامة أراضيها وأمنها. وتواجه الجزائر كغيرها من الدول الإفريقية مجموعة متنوعة من التحديات الأمنية، بما في ذلك النزاعات الحدودية ونمو المنظمات الإرهابية العابرة للحدود. والمعرفة أن حدود الجزائر ملتهبة في الجنوب بالنظر إلى الانقلابات والظروف القاسية التي تعرفها دول الساحل، ما تسبب في انفلات أمني كبير في هذه الدول، وهو ما يمكن أن يؤثر على الجزائر، وهو ما يمكن أن يقال عن الحدود الشرقية في ليبيا. كما أن ارتماء القصر العلوي في أحضان المخزن يجعل الحدود الغربية أيضا غير آمنة، ويتيح توفر مجموعة متنوعة من الطائرات ردود فعل سريعة على هذه التهديدات، من خلال توفير إمكانيات أكبر في المراقبة والاستطلاع والقتال. على سبيل المثال، تقدم الطائرات المقاتلة متعددة المهام والطائرات بدون طيار UAVs فوائد كبيرة في قمع الجماعات المتمردة التي تعمل في أماكن نائية أو يصعب الوصول إليها. وتوفر القوات الجوية الحماية للبنية التحتية المهمة، بما في ذلك المنشآت النفطية، خطوط الأنابيب، ومسارات التجارة. وعلى ذلك يمكن أن يساهم قطاع الطيران في تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال خلق فرص عمل، تطوير المهارات، وابتكار في التكنولوجيا. الاستثمارات في صيانة الطائرات، مرافقة الإصلاح، وأكاديمية التدريب يمكن أن يساعد الدول الإفريقية في أن تصبح مراكز إقليمية للخدمات الجوية. يذكر أن بعد أنغولا من حيث القوة الجوية تأتي المغرب، ثم جنوب إفريقيا، فالسودان، وبعدها كينيا، ثم تونس، فنيجيريا، وفي المرتبة العاشرة ليبيا. اشتركوا في القناة ليصلكم آخر الأخبار وآخر المستجدات.